And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them and Daddy. واحدة من أخطر الأطفال في التاريخ، سادية وعنيفة وذكية وخطيرة، كانت غادي تولي مشروع قاتلة متسلسلة خطيرة، كرهها شديد للبشر، ولات وحدة من الأساطير المخيفة ونوضت الرعب في المجتمع الأمريكي، وفي عمرها 6 سنوات وبوجه ملائكي قلبات الرأي العام الأمريكي فاش تسجلات الاعتراف ديالها المخيف على الهواء مباشرة، كيفاش بنت صغيرة باش تهز هاد الأفكار الشيطانية والمخيفة والمرعبة وتخيل بغيتي دير خير وتبنى طفلة بريئة جميلة وتقريها وتعلمها وتكبرها، وهي يلا عندها امال وكتكتشف انها اخطر مما تتصور. كتبدا القصه في بدايه ديال الثمانينات فاش صون التليفون على زوجان من قسم الشرطه والملجا باللي كاينين 2 ديال الاطفال متاحين للتبني، لحقاش هما ما كيولدوش وحاطين طلب التبني. وفرحوا الزوجان ومشاو يشوفوا البنت ولا الدري اللي غادي يتبناو، ولقاو 2 اطفال اجمل مما تتخيل، فتاه عينيها زرقين ساحره وفي عمرها عام ونص وتدعى بيت، وخوها الرضيع اللي كيشبه ليها جوناثان. سناو الزوجان على اجراءات التبني ومشاو يقادوا الدار باش يستقبلوا الابناء ديالهم الجداد اللي كانوا كيحلموا بهم، ولكن الحلم غادي يتحول لكابوس مرعب ومخيف ما يتصوروش العقل. دازت الايام والشهور وبدات كتظهر على بيت اضطرابات مخيفه، وبدات كتهرس الالعاب ديالها وكتقطع الرؤوس ديال المونيكات والرؤوس ديال الحيوانات. طفله شقيه وصعيب التعامل معها، ودازت الايام والشهور غير بدا كيوقف خوها على رجليه وبدات كتضربو مرارا وتكرارا. قالوا غير الغيره هذه وبداو كيهتموا بها ويتقربوا ليها اكثر واكثر، ولكن غير ما كيتزاد الامر وكيسوء وبدات كتسب وتشتم الابوين ديالها. وفي واحد النهار سمعوا الغواط جاي من الغرفه ديال الاطفال ومشاو كيجريو يشوفوا شنو واقع. لقاو بيت فوق خوها جوناثان وكتضربو بلاكامات قويه على وجهه بحال الا كاينه في الحلبه ديال القتال. شداتها امها من الخلف وهي تعضها وبدات كتغوت انا كنكرهكم وما كنحملكمش، وبدات كتعاودها مرارا وتكرارا. وفاش تكالمات شويه سولاتها ماماها علاش درتي هكاك لجوناثان، انا ما كنحملوش وبغيت نقتلو وكنكرهكم كاملين. ودازت الايام والاسابيع والشهور والامر باقي متأزم. واحد الليله جاي جوناثان خوها عند باه وهو كيتألم من البطن ديالو في لكامات قويه وما بغاش يقول في الاول وكان مرعوب وخايف. وبعد اصرار ديال الاب قال لي ضرباتني بيت وقالت لي الا قلتي ليهم غادي نذبحك ونعلق راسك فوق الباب. هنا الوالدين شدهم الرعب والخوف وقرروا يبحثوا خلف البيت ويشوفوا اشنو واقع ليها قبل ما يتبناوها. رجعوا للملجأ وسولوا الموظف اللي عاونهم في التبني، رفض في الاول ولكن بعد ضغط شديد اعترف لهم وحكى كيفاش وفين لقاهم. قال كانت واحد الليله بارده وبداو كيتفقدوا ويدوروا هو والزملاء ديالو على المنازل اللي فيهم الاطفال حيت هما تابعين لهيئه حمايه الطفل، وبداو كيدقوا على واحد الدار حيت عارفين فيها 2 دراري صغار وكيسمعوا الغواط. حتى واحد ما حل هو يدخل من النافذه واحد الزميل هو يلقى الصدمه. كانت بيت شبه عاريه وجالسه في الظلام، وكما قلنا كانت ليله بارده وجالسه وسط الزباله اللي دازت عليها ايام والريحه عاطيه وخانزه، وجالسه وساكته وما كلاتش من ايام وفيها غير الراس بحال الهيكل العظمي مخيف حتى العظام ديال وجهها تيبانوا. وخوها في الارض كيبكي وسروالو عامر بالبول لحقاش بان مرارا وتكرارا على حوايجو ما تبدلوش وكيبكي وما كاين اللي كيسمعو. وحده حليب متعفن وراسو تسطح بسبب ديما مرمي على الارض، وما كانش باهم سكيري في الدار وجبناهم معنا للملجأ. وهما يرجعوا الابوين للدار وقرروا يساعدوا الدراري الصغار. وبعد ايام سمعت بيت كاع داكشي اللي دار بينهم وبين الموظف. وفي واحد النهار فاق الاب وقدامه بيت وهزه موس كبير وباغيه تضربو به، وقبل ما تضربو قدر يشدها بقوه وحيد ليها الموس هو يحتضنها وهي كتغوط وكتقول غادي نقتلكم كاملين، وكتعاودها بكل قوه. ومن بعد اكتشفوا باللي كانت كتجمع السكاكين والالات الحاده كتقتل بها الحيوانات. كانت كتجيب المشاش الصغار وكتقطع ليهم رؤوسهم، والعصافير كتدك فيهم ليباري وهما باقيين حيين. هادشي كيقلع. وبالضبط منين كانت كتهضر وتعترف كتبان بحال شي وحش مطلوق في البريه وهي باقا غير صغيره. واش غادي يتخلاو عليها الابوين ديالها؟ لا بالعكس، قربات ليها الام ديالها اكثر واكثر وبدات كتنعس معاها في الغرفه. وكانت بيت ديما كتفيق بالليل وكتغوط وكتقول الوحش جاي، وكتعنق ماماها بقوه وكتسولها ما شكون هو الوحش. كتقول لها بابا هو الوحش كان كيضربني ويعذبني ويغتصبني يوميا.
وماماها الحقيقيه ماتت فاش ولدات خوها جوناثان، وبقاو مع باهم المجرم السكيري وعايشين معاه في الجحيم، وكتاكل قطع من البسكويت وعايشين وسط القمامه والخنز، وكان كيغتصبها يوميا. اش هاد الحيوان اللي عايشه معاه اللي خاصو يكون هو اقرب شخص ليها دمر ليها حياتها، هما يقرروا يديوها الطبيب النفسي الابوين ديالها. هنا فين جات كل ديك الاعترافات فصدمات الجميع، ولكن وقفوا معها الابوين ديالها، وبعد وقت قصير تغير كل شيء. العيشه اللي كانت مستحيله مع بيت ولات ممكنه بالحب وبالموده اللي عطاوه ليها الابوين الجداد اللي ما كيربطوهم بها حتى شي حاجه. دابا بيت كبرات وولات في سن 40 وتزوجات وعندها الدراري، وفتحت مركز لعلاج الاطفال والمعنفين. هذه هي القوه ديال الحب، من كره وعدوانيه الى حب وتسامح وخير. هنا كينتهي الفيديو ديالنا. طلعوا.